السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنفرز مع بعض كفتة داوود باشا بطريقة سهلة جدا وتطلعيها على السوا على طول، والمقادير ان شاء الله هكتبها لكم في صندوق الوصف. في البداية انا جبت عندي هنا في الكبة، بدأت ان انا ضفت بصلتين وسط، فرمتهم فرم الى حد ما يكون ناعم، وبعدين ضفت عليهم مكعب من هريسة الشطة ومكعب من الثوم المفروم. ممكن تستغنى عن هريسة الشطة لو انت مش حباها. هبدأ انزل بقى بالبصل بتاعي كده اللي فرمته فرم ناعم زي ما حضراتكم شايفينه كده على اللحمة المفرومة، بنص كيلو من اللحمة المفرومة. وبدات بقى ضفت عندي باقي المنكهات اللي عندي: معلقتين كبار من البقسماط، معلقه كبيره من النشا، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، كيس من خلطه ال11 بهار من كنور، نص معلقه صغيره ملح، نص فلفل اسمر. وهعجن كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا لحد ما يتكون عندي عجينه كده زي ما حضراتكم شايفين. وبعدين هبدا اكورها بالحجم اللي تحبيه، ويكون عندي طبق كده فيه زيت، وابدا ان انا ادهن ايدي بحيث ان الكفته ما تلزقش في ايدك. وهبدا بقى اكورها بالحجم اللي يناسبك، وابدا ان انا ادخلها الفريزر تتشمع، وبعدين اعينها في علب كده واطلعها على السوا على طول، وبالف هنا وشفا.